الكاتب الروسي سيرجي دوفالاتوف قال فكرة بسيطة وعميقة: اللي يقدر يسخر من نفسه غالبا مش غبي، مش لأن السخرية ذكاء في حد ذاتها، لكن لأن وراها قدرة نادرة. السخرية مش ذات، مش نكتة، دي مهارة عقلية. أهلا بيك يا عزيزي في مساحة فرج جديدة. قرب الجو برد كده حوالين شبة النار، تعال ندردش في الفكرة دي. علشان إنسان يسخر من نفسه بصدق لازم يعمل حاجة صعبة جدا: يشوف نفسه من بره، يشوف تناقضاته، ضعفه، غلطاته، ومن غير ما ينهار أو يدافع أو يزور الصورة دي. وده مش متاح لأي حد. في ناس من جواها هشة بس مغطية ده بقناع صلب أو بقناع صلابة. الصورة اللي عاملها عن نفسه هي آخر خط دفاع، أي خدش فيها بيفهم إنه تهديد وجودي. عشان كده تلاقي النقد يزعله، الهزار يستفزه، السخرية من نفسه ده أمر مستحيل، مش لأنه واثق، لا لا لا، لكن لأنه خايف. الشخص الذكي أو الشخص الواعي عارف إن الذات مش كتلة واحدة صلبة. هو عارف إنه كويس في حاجات ومش كويس في حاجات، وضعيف في حاجات تانية، ومضحك أحيانا ومخيب للآمال في أحيانا أخرى. مش محتاج يعني يكون لنفسه صورة مثالية، لأنه مش رابط قيمته بيها، فيقدر يضحك. مش تهرب، تمام، مش تهرب من حقيقته، لا، لكن لأنه هو فاهم فبيقدر يسخر من نفسه بهدوء. شوبنهاور كان شايف ان السخرية مش استهانة لكن تجاوز. انك تشوف مأساتك، طبعا تجاوز مش في حق الغير او في حق نفسك، لا، تجاوز بمعنى تخطي. انك تشوف مأساتك وتضحك، مش لانك مش متألم من المأساة دي، ولكن لانك رافض تتحبس جوه الألم. وده فعل واعي جدا، مش فعل استهتار. الوجع الحقيقي مش انك تفهم الكلام ده، الوجع انك تبدأ تفتكر ناس في حياتك، ناس كنت بتحبهم وتحترمهم وتدافع عنهم، وبعدين تفهم انهم ما كانوش قادرين يشوفوا نفسهم اصلا، وان اي محاولة هزار او نقد بسيطة كانت بتحول عندهم لسلوك غاضب او اتهام او حتى انسحاب. وساعتها هتكتشف حقيقة مؤلمة جدا، تمام، انك كنت قريب بس ما كنتش عارفه. ديستوفيسكي، تمام، بيتكلم يعني في نظرته الوجودية بشكل أساسي. بيقولك يعني من وجهة نظره شايف إن السخرية أحيانا آخر ملجأ للإنسان، مش مجرد ضحك فارغ كده وخلاص، لكن طريقة بتقول بيها أنا شايف العبث اللي حواليا بس مش مستسلم ليه. اللي ما عندوش القدرة دي غالبا بينكسر تحت ثقل الحياة ومشاكلها. خلينا بقى نحط الأمور دي في إطار كده بسيط. السخرية من الذات، تمام، مش دليل تفوق ولا معيار ذكاء مطلق. تمام، في ناس ما بتسخرش من نفسها مش لانها يعني ما عندهاش القدرة دي، لكن لانها مجروحة او اتربت على ثقافة ان هي بتعتبر ان السخرية من النفس او بالذات دي ضعف. وبرضه في ناس بتسخر من نفسها كقناع دفاعي مش كوعي حقيقي. الخلاصة كده عشان نركزها بهدوء في مساحة الفراغ اللي احنا فيها دي، ان القيمة مش في السخرية نفسها، القيمة في الدافع اللي وراها. هل هي فهم وتجاوز ولا هروب وانكار؟ لو كانت فهم وتجاوز فالسخرية هنا تبقى علامة نضج، أما لو كانت هروب وإنكار فتبقى مجرد قناع. وفي الحالتين غيابها أو حضورها بيكشف لنا حاجة أعمق في علاقة الإنسان بذاته. أحيانا أصعب حاجة في الوعي مش إنك تشوف الناس على حقيقتها، لكن إنك تشوف إنك كنت محتاج تصدق صورة أكتر من إنك تفهم الحقيقة. عموما يا عزيزي، كنت معايا ووصلت معايا في الجرعة الدسمة دي الفلسفية مساحة الفراغ لنهايتها، فاريد تقفل مساحة الفراغ وراك وانت خارج. وما تنساش احنا قد نلتقي او لا نلتقي، لكن الاكيد ان احنا مش هنعرف بعض. سلام عليكم.